قطع فوزي الأقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الشك باليقين بخصوص الزيادة العامة في الأجور، حين كشف أن علامة اقتباسنا الحكومة في الاتفاق الاجتماعي ل30 أبريل لن تعى بالزيادة في أجور كل القطاعات خلال 2023 علامة اقتباس. وأوضح الأقجع في ندوة صحفية للحكومة أن منهجية الحكومة في موضوع الزيادة في الأجور مرتبطة بالإصلاح الشامل للقطاع، مبرزاً أنه في مختلف القطاعات لا تتم مناقشة الزيادة في الأجور فقط، بل يناقش الموضوع ضمن الإصلاح الشامل للقطاع، كما جرى الاتفاق على ذلك في التعليم العالي وفي قطاع الصحة. وفي الصدد ذاته، أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت إلى حدود اليوم بإجراءات تبلغ 9188 ملايير درهم لتحسين الدخل في مختلف القطاعات عبر مراجعة أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي، وقرارات فيما يخص التربية الوطنية، إضافة إلى إصلاح للضريبة على الدخل. وقال الأقجع إن نسبة الموظفين المستفيدين من تحسين الدخل هي 26%، وفي الأسابيع المقبلة مع معالجة قطاع التربية الوطنية التي تضم 273 ألف موظف، سنتقل لأكثر من 75% من المستفيدين. وبعد ذلك يضيف الأقجع سيبقى المهندسون وعددهم 11,500 تقريبا، والمتصرفون 31,000، والتقنيون والمحررون 24,000، إضافة إلى قطاع الوظيفة العسكرية. ونبه الوزير إلى الخلط بين إصلاح الضريبة على الدخل والزيادة في الأجور، مبرزاً أنهما يختلفان عن بعض، ولفت إلى أن تحويل الضريبة على الدخل لكل موظف ستعطي 300 درهم لكل واحد منهم، مبرزاً أن 67% من الإجراء لا يؤدون هذه الضريبة، وإذا تم حذفها فلن يستفيد منها سوى ثلث الموظفين فقط، علماً أن إصلاح الضريبة الذي جاءت به الحكومة يشكل 8% من إيرادات الضريبة على الدخل، مشدداً على أنه خلافاً لما يروج من أن خفض الضريبة على الدخل يساوي 25 درهماً. وأوضح الأقجع أن الحد الأدنى لهذا الإجراء سيبلغ 75 درهماً والحد الأقصى 125 درهماً، وأن مسلسل للزيادة في الأجور وتحسين الدخل متواصل بشكل قطاعي، كما أن أغلى مستوى للحوار الاجتماعي هو 14 مليار درهم، وهو رقم تقترب منه الحكومة وستبلغه بعد انهاء بنموس النقاش في قطاع التربية الوطنية.